لم يخبرنا عن ميعاد الفرح الحقيقي والسبب. انا دلوقتي في القاهره ومستني الجماعه والحاج وكل الرجاله جايبين بعضهم وجايين من اسكندريه، وخلاص بدأ العد التنازلي بقى. انا دلوقتي موجود في القاهره. الحمد لله حجزت تذاكر السفر ورتبت كل حاجه، بس انا مش عايز اقول لكم غير في التوقيت المناسب يا جماعه، عشان انا بعمل مفاجاه وما بعرفش اعمل مفاجاه اصلا، لساني متبري مني. انتوا ليه بتضغطوا عليا؟ ما تضغطوش عليا وحد ابوكم. الهي تنستروا يا رب. الحمد لله حجزت تذاكر السفر ورتبت كل حاجه، بس انا مش عايز اقول لكم غير في التوقيت المناسب يا جماعه، عشان انا بعمل مفاجاه وما بعرفش اعمل مفاجاه اصلا، لساني متبري مني. انتوا ليه بتضغطوا عليا؟ ما تضغطوش عليا وحد ابوكم. الهي تنستروا يا رب. خلاص قرب وهانت يا جمهوريه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا ما شاء الله اللهم بارك. محمد حجز تذاكر الطيران وقال خلاص حجزت التذاكر، يبقى اكيد هيقضي في شرم، لانه هو قال في الفيديوهات انه هو هيقضي شهر العسل في شرم الشيخ، مش هيسافر بره مصر زي ما هو قال قبل كده. وقال ان هو بيحب شرم قوي، يبقى هو هيعمل زي حسن، لان حسن برضو راح شرم الشيخ. وطبعا السياحه الداخليه اسهل واحسن من اوروبا دلوقتي، وخصوصا اما بالنسبة للناس اللي قالت ان محمد مش عايز يقول ميعاد الفرح امتى، وان هو كمان هيعمل التذكرة رايح دولة ايه او بلد ايه، ففي ناس ادرعت ان هو مثلا مش عايز ابو زياد يعرف. في ناس قالت كده فعلا، بس هو اكيد مش السبب ده الحقيقي، لان يعني اكيد طبعا هم عاملينها في وقاعة كده، ويعني الموضوع مش مستاهل الشد والكلام ده كله، ان شاء الله الموضوع هيتحل، وابو زياد مش هيعمل كده طبعا. آلاء ديت يعني عايز اقول لكم حته بسكوته، دعوه ام الحلوه دي، دعوه امي اللي دعتها لي قدام الكعبه. لا دي احلى حاجه حصلت في حياتي اصلا. عايز اقول لها من هنا بحبك يا بنتي يا لولا.